واقترب رمضان وكل بيت يبدأ استعداداته من بدري، ومع العجينات اللي نسويها ريحة البيت تتغير ويصير فيه جو خاص. ونكمل اليوم سلسلة عجين رمضان، ووصلنا لثالث عجينة السمبوسة البيتية اللي الكل ينتظرها على الفطور. الميزة في عجينتنا اليوم إنها بسيطة وسهلة، والأهم ما تشرب زيت أثناء القلي. وعلى وعاء كبير نزلت كيلو دقيق وأضفت نص كوب زيت. الزيت هنا يعطي العجينة نعومة وقوام ممتاز. وأضفت كوبين موية وملعقة صغيرة ملح، وبدأت أعجن لحد ما صار عندي عجين متماسك ولين. بعدها غطيتها وخليتها ترتاح من ربع ساعة إلى نصف ساعة، وهذه الخطوة تعطي العجينة مرونة وتخلي الفرد أسهل. وبعد الراحة تبدأ المتعة، نشتغل عليها ونفردها ونشكلها زي ما نحب. ومع أول لقمة تعرفون ليش أسميها عجينة رمضان. جربوا هالوصفة وبتشوفون الفرق. سمبوسة مقرمشة من برا وطرية من جوا، وزيت أقل، ورمضانكم ألذ وأجمل.